وفجأة كده تصحى على خبر قال ايه يا باشا، الحق الصين زرعوا البيض وبعد ايام هيطرح كتاكيت، ودخلوا في صناعة الخالق وحولوه لنبات. والفيديوهات انتشرت وناس علقت عليها وعملت دويتات معاها، وان يعني فعلا مستغربين ومصدقين الموضوع. والواحد فيهم يطلع يقول انتم مش شايفين يا جماعة، ما الزرعة اهو قدامكم والبيض في كل حتة وهو بيكسرها وصفار البيض ما يكدبش. طب ايه رأيك ان من كتر ما الموضوع انتشر واغلب الناس مصدقاه، في فيديوهات اتعملت لطريقة زرع البيض؟ والله والفيديوهات دي موجودة. هتيجي تشكك في كلامه من غير دليل وتقول له ده فوتوشوب والكلام ده، هيبقى شكلك وحش وهتبان كذاب وهو اللي صح. طب في الفيديو ده هنعرف كل حاجة بالتفصيل والدليل الاكيد وعلى مسؤوليتي، وهل فعلا الصين زرعت البيض وحولته لنبات او لا. بس رجاء منكم تكملوا الفيديو للاخر وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اولا الشخص ده هندي، وبعد ما شفتوه هو بيعمل انه وصل محصول البيض، تعالوا كمان نشوفه وهو عند شجرة البيض اللي شبهه. قال يعني شجرة الليمون او اليوستفند اللي في بيت جنابه طرحت هي كمان بيض. وتعالوا نشوف برضو الصبارة اللي في الحوش عندهم وهي طرحة بدل البيضة 2، وجاب المعلقة يا باشا وكسرها، والمرة دي بيدوقها قال يعني اثبات حالة والموضوع حقيقي. لا وعجبه الطعم قوي، تقولش بيدوق رز بلبن. ده حتى النخلة ابن اللذينة ما رحمهاش، اللي معروفة في العالم كله بتطرح بلح، النخلة الهندي بتاعته طرحت بيض. طب حتى يا اخي علق البيضة في الجذع مكان البلح، ما علقها في الزعف. فيه نخلة في الدنيا كلها بتطرح من زعف جريدها، بس هنقول ايه، نخل هندي. لما بحثت ودورت مين سبب الاختراع ده وليه الشخص الهندي حابب يستخف بعقول الناس كده وواخد الفكرة من مين، لقيت انه